لو هوصف 3 سي بكلمة واحدة كيرنج. انا اسمي ادم تامر سمير، عندي 13 سنه وبقالي في 3 سي سنه. اتعلمت بايثون، HTML، جافا سكريبت، CSS، بايثون بس من ناحيه الويب. دلوقتي انا بدرس في تراك الويب واخد الفرونت اند وفي طريق الباك اند. اللي خلاني اخد القرار ان ادم من صغره هو متميز. يمكن بقاله سنتين تقريبا بيتكلم في نقطة ان هو عايز يتعلم برمجة وان المستقبل في البرمجة، واحنا طبعا انا بالنسبة لي الجيل بتاعي انا كان الكمبيوتر واللغات. ادم فتح لي مداركي ان لا، ان في حاجات تانية زي البرمجة والكودينج وانا كمان على فكرة يعني خدت معلومات من ادم. عجبتني التجربة وقلت لا، لازم ادم يفكر يعني يخش. فكنت شايف ان البرمجة والكودينج والروبوتس حتى والحاجات ديت كبير عليه، لكن لما بدأ وستيب باي ستيب بدأ يبهرني ان هو لا، ان هو بالعكس دي فتحت له في حتة تانية زي الماس مثلا، فتحت له ازاي يحل مشاكل بتقابله في الحياة حتى بعيدا عن البرمجة. انا لقيته بيحل مشاكل حصلت له هو مع نفسه. اكتر حاجه بحبها في السيشن الموضوع بيبقى لايف، لما بحب اسال سؤال بسال على طول الاكستراكتور وبيرد عليا على طول. اكتر حاجه في 3 سي عجبتني التواصل. المهندسين بجد شغالين مع الطالب بعناية كبيرة جدا. لما انا ابقى في جروب في ناس فحد يجي يسال، فالسؤال ده بيفتح اسئله تانية، فده بيضيف لنا كلنا. بيتابعوا اول باول، بيبعتوا فيدباك اول باول. ادم انت معايا؟ ادم انت واخد بالك من الحته دي؟ في حد يا اولاد مش فاهم؟ فطبعا لا، ده التواصل ده حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. ادم شخصيته اتغيرت كتير جدا بعد البرمجه لسببين. اول سبب ان هو عمل حاجه بيحبها، بحس انه مبسوط وهو بيشغل البروجرام. حسيت ان ادم بقى مسؤول اكتر، بقى مهتم اكتر بالبرنامج، بالسيشن، بالوقت. عايز يصحى بسرعه عشان يلحق يعمل اللي وراه، عشان يلحق يقعد على البرنامج. لا، ده انا عايز الحق اروح من خروجه عشان الحق اعمل هوم ورك. لو في حد في سني دلوقتي ما اتعلمش برمجه، ابدا دلوقتي عشان الموضوع بعد كده هيبقى اصعب، والمستقبل بعد كده هيبقى قدام AI وبروجرامينج بس. لو في ولي امر متردد، عايز اقول له حاجه واحده بس، ان اللي جاي كله في حته البرمجه وفي حته لو انت في اي مجال ابنك هيطلع فيه، سواء دكتور، مهندس، حتى لو فني، الزمن الجاي ده زمن البرمجه وزمن AI. حاول شوف ابنك عاوز ايه وابتدي معاه، وبايدك تخليه يبقى كويس. بس بصراحه 3 سي يعني ما خلتنيش اتعب كتير، هي على طول خليته مهتم وعلى طول خليته مختلف. بفكر اقول لاي حد بيخش 3 سي ده افضل مكان انت اخترته، وفعلا هتعلم كويس هناك. لو هوصف 3 سي بكلمه واحده، كيرنج. هم ناس مهتمه قوي بالتفاصيل بتاع الطلاب، فهي فيوتشر، لان فعلا 3 سي هي المستقبل.